الحدوته تبدا مع عمك سيد واللي احنا هنقول له كده وندلعه بسيد، واللي هو تقريبا بيكون حيوان كسلان كده، هو المفروض ان هو كسلان، وبيصحى من النوم ومش بيلاقي اي حد من عيلته حواليه لان كلهم هاجروا بسبب فصل الشتاء وسابوه بقى هو لوحده وحيد كده. وبنشوف ان هو كل ما بيكلم حد مش بيرد عليه وبيسيبه ويمشي، وهو ماشي كده بيدوس في بيبيه عادي جدا وبيفضل يمسح رجله في الارض. وبنشوف اتنين من حيوانات وحيد القرن واقفين قدام ورده كده بيعزموا على بعض، الله هو مين فينا اللي هياكلها. بس بيجي عمك سيد كده وبينطر اللي هو كان بيمسحه من رجله ده في وش واحد منهم وبياكل الورده عادي جدا ولا كأن في اي حاجه، وحاجه اخر قرف يا جدع. وبيتعصبوا جدا عليه وبيجروا وراه، وبيلاقي عمك سيد في وشه كده فيل ماموس اسمه منفرد، وعمك الفيل ده بيقول له وحيدين القرن ان الواد ده في حمايتي ومحدش هيعمل له حاجه، وبيشيلهم بقرونه وبيحدفهم بعيد كده. اتكلوا على الله لا انت وهو، ولا اتكلوا على الله لا. وعمك سيد بيشكره جدا وبيطلب منه ان هو يعيش معاه عشان اهله كلهم سابوه مشيوا بقى وان انا وحيد وكده، بس هو بيرفض. ولكن سيد كان لازق له بعيد عنك. وعمك مان عشان برضه مش لسه هنقول كل شويه نقول منفرد بقى فنقول عمك مان. المهم عمك مان ما كانش طايقه اللي هو يا ريتني ما ساعدتك يا اخي، الله يحرقك يا جدع. ونشوف ان في مجموعه من الناس عايشين حوالين المكان ده. المهم يا باشا بنشوف طفل كده لسه مولود وبيعلموه المشي، ونشوف يا باشا ان في نمرين كده واحد منهم عايز ينتقم من ابن راجل من الناس دي عشان الراجل ده قتل نمور كتير جدا، فاهم انت ويعني ايه، واخد جلدهم بقى عشان يتدفى، فاهم، بني ادمين خنازير. ونشوف عمك مان بيجمع خشب عشان يعمل بيه بيت شجر ويتدفى فيه ويحميه من المطر، وبيفضل عمك سيد يغلس عليه ويقول له انا ممكن اولع نار على فكره وبيحاول ان هو يولعها ولكنه فاشل يعني ومش بيعرف يعمل اي حاجه في الاخر. وبيحاول يبات في البيت اللي عمك مان عمله بس مش بيلاقي له مكان، وبيمسك ديله عشان يحميه من الشتاء، يعني اي حاجه استر بيها نفسي. وبنشوف النمور وهم بيحاولوا يخطفوا ابن الراجل، وبيكون واحد منهم اسمه دييجو، بس امه بتحميه وبتفضل تجري منهم وبيوقفها كذا مره، بس في الاخر بتعرف انها تهرب منهم وتنطي في النهر وتخلع. وبيرجع النمور للقائد، بس القائد بيقول له انت لازم تجيبه لي عايش بدل ما موتك انا بنفسي، بص فانت روح هات الواد عشان ما اولعش في وش امك. وكل النمور بيسيبوه بيروحوا ان هم يدوروا عليه تاني. وبعد كده بنشوف ان ابو الطفل شاف سلسله ابنه وقع على الارض، فبيعرف ان مراته وابنه حصل لهم حاجه، وبيخلي كل الناس اللي معاه يجوا يروحوا يدوروا عليهم. وبنشوف ان الام والطفل وصلت للمكان اللي عمك مان وسيد قاعدين فيه، وبتديهم الطفل وهي بصلهم وبتقول لهم ان هم يوصلوا له ابوه. وبعد لما بيبصوا عليه كده بيرجعوا يبصوا تاني على الوليه، مش بيلاقوها كانها اتبخرت. يعني بالله عليك انت تامني يعني مثلا لابنك مع ماموث وكسلان؟ انت عبيطه يا ماما. المهم عمك مان بيمشي، ولكن عمك سيد بيقول له استنى احنا لازم نودي الواد ده لابوه ما نسيبوش كده يا جدع في ايه. وبنشوف ان في دخان بعيد وبيقول له اكيد بقى الدخان ده بتاع بشر هناك، بس عمك مان بيقول له بقول لك يا باشا مش طايق نفسي انا، روح انت وديه، انا مش مستعد ان انا اتحمل مسؤوليه اي حد على فكره. فعمك سيد بيقول له ان هو اللي هيوديه، وبيفضل عمك مان يبص كده على الواد سيد وهو بيحاول يتسلق الجبل والطفل بيقع منه، فبيروح عمك مان كده يلقفه، بس عمك النمر ديجو بيجي وبيخطفوا منهم، بس مان بيقدر ان هو ياخده منه تاني. هات الواد يلا، هاتوا الواد يلا. فالنمر بيقول له ان الطفل ده مسؤوليته وان هو لازم يوديه لابوه، بس عمك سيد ومان بيكونوا مش مصدقينه. وبنشوف ان مان بيقول لسيد ان هو بص انا هروح معاك يا باشا نوصل الواد لابوه، وبعدها مش عايز اشوف وش امك خالص. وبيطلعوا كلهم على مكان البشر بس مش بيلاقوا حد هناك، فالنمر بيقول لهم هاتوا الواد بقى انا عارف اهله فين اسمعوا مني، بس عمك مان بيرفض تماما. وبيفضلوا يمشوا عشان يدوروا على البشر، والطفل مره واحده كده بيقعد يعيط وبيسكت وبيضحك لما عمك مان بيضرب سيد على دماغه عادي جدا. وبعد كده يا باشا سيد بيعرف ان هو بيعيط عشان جعان. يلا بقى يا عم مان اتكل على الله ورضعهن. المهم بيشوفوا بطيخه، فعمك مان بيروح يجيبها، بس في طائر بيطلع من وسط الشجر وبيخطفها منه، وعلشان ياخدوها لازم ان هم يهزموا الطيور اللي موجوده كلها. وبيقدر عمك مان ان هو يحارب كل الطيور وياخد منهم البطيخه للطفل الصغير. وبنشوف ان مان بالليل وهم نايمين قافل على الطفل بالزلومه بتاعته علشان لو عمك ديجو حاول ان هو ياخده ولا حاجه يصحى بقى فاهم انت ويقلعه، لان هو برضه قلقان جدا على الطفل من النمر ديجو ده، ما مش مضمون برضه ممكن ياكله ولا حاجه. ويفضل عمك ديجو يحاول ان هو ياخد الطفل ولكنه مش بيعرف. وبعدها بنشوف ان القطيع بتاع النمور راحوا لديجو وبيسالوه الله هو انت ما جبتش الواد ليه لحد دلوقتي؟ انا بوصف الكلمه يعني. بيقول لهم ان هو كل ده بسبب فيل الماموس، وبيقول لهم ان هو عنده فكره يضربوا بيها عصفورين بحجر، وهي ان هم يقتلوا الفيل وياخدوا لحمته، وبكده يقدروا ان هم ياكلوا اللحمه بتاعته طول فتره الشتاء، وفي نفس الوقت يخطف الواد برضه. وبيروحوا للقائد عشان يعرضوا عليه الفكره دي. وبنشوف ان تاني يوم عمك مان واخد الطفل وعايز يسيبه على فروع الشجر، ان هو بص اتخنقت انا ما عنديش خلق صراحه. ويكون بقى مستغرب ان الطفل ده يكبر ويحمي نفسه، ده البشر خنازير اصلا. وطبعا يعني معلش عايز تقول لي ازاي بقى طفل هيحمي نفسه لما يكبر؟ يعني ما عندوش ولا فروه ولا مخالب ولا انياب ولا اي نيله، وكمان حمار، يعني حتى انا اقول لك انسان ذكي، انسان حمار.
انت متخيل يعني عايز يحمي نفسه ازاي الواد ده. وبيبدا ان هو يفحص جسمه، بس الطفل بيحضنه كده وعمك من بيتكسف، لا ولد والله بغير، ولكنه برضه بيسيبه على فرع الشجره، ولكن بيرجع كده ضميره بيأنبه وبيرجع ياخده تاني، ما هو برضه عيل صغير. وبنشوف ان هم بيكملوا الرحله بتاعتهم للبحث عن البشر، وبنشوفهم ان هم وصلوا لكهف ما، وبيبقى فيه محفور على الحيطان رسومات وبتوضح ان البشر زمان قتلوا الماموس اللي هم اساسا اهل عمك مان وهو صغير، وهو ما كانش قادر ان هو يعمل اي حاجه، وبيحس بعدها ان ممكن الطفل يكون حصل له زي اللي حصل له زمان، فبيحضنه وبيعتبروا ان هو ابوه من دلوقتي. وعمك سيد وديجو كده مان بيصعب عليهم جدا، وبيبداوا ان هم يحبوه، والله الواد مان ده غلبان جدا. وبنشوف ان الاب وبقيه البشر لسه بيدوروا على الطفل، بس الناس اللي معاه بيقولوا احنا بقالنا كتير قوي بندور عليه، فسيبه وانساه بقى يا عم، ما كانش عيل صغير بقى، روح اتجوز لك اي واحد تاني من القبيله بقى وخلف مننا 700 طفل كده. فالاب بييأس صراحه وبيمشي. وبنشوف ان عمك سيد وديجو مان بيعدوا على بركان وبينفجر، ويبدا ان هو يكسر الطريق الجليدي اللي هم ماشيين عليه. فعمك مان بيساعد سيد ان هو يعدي الناحيه الثانيه وبينط وراه، وعمك ديجو بيجي ينط مش بيلحق وبيمسك في طرف الارض، بس مان بيساعده وبيطلعه تاني، ولكن التلج بيقع بسبب الوزن التقيل اللي عليه. ولكن يا عم الحاج البركان بيثور، والتلج اللي عمك مان واقف عليه بيطلع لفوق وبينزل لهم تاني. وبيسالوا ديجو انت لسه عدتني؟ فمان بيقولوا اننا بقينا بمثابه قطيع واسره واحده يا جدع، وانا ما ينفعش اسيب صاحبي صراحه، انت مش شايفني في ماموس ولا انت شايفني خنزير معدي قدامك ولا ايه؟ فعمك النمر كده بيحس بالذنب ان هو قال للنمور احنا ممكن ناكله وكده، وبيكونوا في نفس الوقت النمور دي يا باشا بيتدربوا ازاي هيقدروا ان هم يهجموا على فيل الماموس ده ويقتلوه عشان ايه طعم لحمه جميل. المهم بنشوف ان الثلاثي بتاعنا اللي هو عمك مان وسيد وديجو بيدوروا على مكان يستخبوا فيه من الساعه اللي هم فيها دي، بس عمك سيد مش في دماغه، بيفضل يكتب على الحيطه لحد لما ايده بتحك فيها كده وبيطلع شراره. هو بيعرف ازاي بقى يا باشا ان هو يولع النار، وبيفضل بقى يحتفل بالانجاز العظيم ده. وبنشوف ان الطفل بدا ان هو يمشي، وبيكون سيد عايز يقرب له عشان يلعب معاه بس فاهم مش اكتر، بس الطفل والله بيقول له لا مش عايز سيد، انا بتاع ديجو ده يا حبيبي. فبقى عمك ديجو بيقول له روح العب بعيد ده عند عمك سيد، اللي روح مش لاعب انت. بس النمر في الاخر قلبه بيحن صراحه، وبيحس ان هو حب الطفل، ما انت برضه النمور برضه والقطط سلالات واحده، بس انا ما بحبش القطط، فما علينا نعدي الموضوع ده. المهم هو برضه ابتدى يحس النمر ان هو سيد ومان بقوا صحابه بقى، فاهم انت، والدنيا بقت لذيذه يعني. هو نشوف ان هم تاني يوم فضلوا يمشوا لحد لما وصلوا المكان اللي ده المفروض النمور هتهجم عليهم فيه، بس عمك ديجو بيفوق من اللي هو فيه وبيقول لهم على كل حاجه، وان هم لازم يهربوا وان هو هيساعدهم في ده. وبيكون عمك مان متعصب منه جدا، بس عمك ديجو بيقولوا ان هو حبهم جدا وان هم بقوا اهله بقى، وان هم لازم يصدقوه، فمشي حالك بقى. فبيضطر عمك مان ان هو يصدقه خلاص، وبيروح النمر للقطيع بتاعه بيقول لهم يلا انتوا لازم تهاجموا دلوقتي. وبنشوف ان هم شافوا سيد وهو معاه الطفل في لفه قماش صغيره وبيهجموا عليه، بس الخطه يا عم الحاج بتبدا، وسيد بيتزحلق من على الجليد وبيسيب لهم الطفل، بس لما بيبصوا في اللفه بتاعه الطفل مش بيطلع طفل اساسا، يعني عادي جدا، ما اكيد مش هيديهم الطفل. وبعدها بيلاقوا عمك مان بيحدف عليهم شجره صغيره كده، وبيقرب عمك ديجو والقائد بتاعه عشان يقتلوه هو الفيل بقى، بس عمك النمر بيقف للقائد يقول له سيبك منه يا بص انت عاملني راجل لراجل. فالقائد بيقول له انت هتموت معاه خلي بالك، والكل بيهجم عليهم بقى هما الاثنين، وبيتخبط راسه وبيغمى عليه. وبنشوف ان النمور بتهجم على عمك مان وبيحاول ان هو يقف لهم، فاهم انت، لا بقول لكم انتوا فاكريني في العدله في الماموس يا ولاد الوحشه، وفاهم يعني كان خلاص القائد هيهشه كده من رقبته، بس عمك ديجو بيفوق وبيمنعه، فبيمسك عمك مان القائد وبيحدفه على التلج، فبيقع عليه وبيموت وبنخلص منه. وباقي النمور بيهربوا بعد لما القائد بتاعهم مات، وبيعتذر عمك ديجو المان وبيقول له انا اسف والله انا كنت اخليكم تموتوا، بس مان بيقول له انت لسه عدتنا بقى، فبيقول له ديجو ان احنا بقينا اسره وقطيع واحد وان احنا لازم نبقى مع بعضينا، وبيموت في مشهد مؤثر سيقا. وبعدها بيفضلوا يكملوا طريقهم لحد لما بيلاقوا ابو الطفل اخيرا، وكان هو والرجاله اللي معاه هيهجموا عليهم، بس عمك مان بيطلع له من على ظهره كده وبيديهوله خد ابنك عشان انا مش طايق امه. بعدها الطفل بيحضن سيد ومان وبيودعهم، والاب بيشكره جدا وبيمشوا. هذا السؤال بقى اللي يتم طرحه هنا، هي الام راحت فين، ولا هي مشيت ليه، ولا هي عايزه ايه يعني، ما علينا. المهم وهم راجعين بيلاقوا ان عمك ديجو عايش وما ماتش، وبيحضنوه بيقرروا ان هم يفضلوا مع بعضيهم، وان هم هيشكلوا فريق واسره وقطيع، وهيكون غريب من نوعه صراحه، وفي نفس الوقت فريد ومفيد ومش عارف. وبس كده يا جدع، توته خلصت الحدوته.